تخيل كده إن 5% بس من ضباط الشرطة هم اللي مسؤولين عن نص الجرائم وخصوصا الخطيرة منها. ده بالظبط اللي كان بيحصل في نيويورك زمان في التسعينات لما ويليام براتون مسك شرطة مترو الأنفاق. كانت الميزانية زي ما هي ومفيش أي أمل إن عدد الضباط يزيد. المنطق القديم كان بيقول عشان الأمان يزيد لازم عدد الضباط يزيد، لكن براتون اكتشف إن معظم الجرائم كانت بتحصل في شوية محطات وخطوط قليلة خالص، في حين المحطات الهادية كان فيها نفس عدد الضباط. قام عمل إيه؟ ببساطة رجع وزع الضباط على الأماكن اللي فيها جرائم كتير دي، والنتيجة الجريمة والخوف نزلوا بشكل كبير من غير ما يزود ضابط واحد. ولما بقى هو قائد شرطة نيويورك كلها، نائبه جاك ميبل سأل رؤسات الأقسام كام في المية من الجرائم ليها علاقة بالمخدرات؟ الإجابات كانت من 30 ل 70%، لكن قسم المخدرات كان أقل من 5% من القوة، وبيشتغلوا من 9 ل 5 من الاثنين للجمعة، مع إن معظم بيع المخدرات بيكون في الويك إند. ليه؟ عشان دي كانت الطريقة اللي متعودين عليها. براتون غير التوزيع ده وجرائم المخدرات قللت بشكل كبير. موباي كتير مش محتاجة فلوس أكتر، هي بس محتاجة توقف إنها توزع فلوسها بالتساوي على مشاكل مش متساوية. أنت كمان بتوزع فلوسك أو مجهودك في شغلك أو حياتك إزاي؟ شاركنا رأيك في التعليقات.